هادي عندك ماكينه تقطع غير هاد الطرف هذا، تسقلو مزيان يجي في خاتم ولا في قلاده واعر. ولكن هاد البلاصه هادي كتعطي النوع ديال العقيق اللي خيار من هذا ويكون شفاف على هذا. السلام الله عليكم اصدقائي، حياكم الله ان شاء الله. بطبيعه الحال اليوم دزنا في واحد المناطق اللي ديما كنمشي ليها كنلقى فيها انواع الاحجار الجميله، هاد المناطق مغربيه. وان شاء الله غنهودو في هذيك البلاصه في واحد يعني بحال الجرف بنوريكم، ونبحثوا على الله وعسى نلقاو من النوع الاحجار العقيق اللي كتكون صالحه للصقل في خواتيم في قلادات. وبقاو معنا هاد المغامره. هذاك البلاصه اللي قلت لكم راه هي اللي كاينه هنايا تحت، نوريها لكم. فيت دوزنا لها ماشي يعني شي سنه بحال هكاك. ها هي هاد غندورو ليها من لهيه كاينه واحد الحفره، هذيك الحفره غنهودو نقلبوها ان شاء الله. صراحه بلاصه تستاهل اكتشافات فيها، ومع هاد الاجواء الطبيعه. الله، حنا بطبيعه الحال في اجواء يعني خروج الربيع. حنا الاصدقاء دابايا في اجواء خروج الربيع. اول حاجه الا كنتي اول مره كتابعني في القناه ديالي كندعوك انك دير واحد لايك والاشتراك تشجيعا لي ان شاء الله نشر المزيد بحول الله تعالى. نديرو اكتشاف وان شاء الله غتكون فيها حلقات طويله لان البلاصه كبيره اصدقاء، ما يمكنش ان البلاصه تبقى فيها غير نهار ولا حتى يومين غتلقى فيها الاحجار، راه لا يمكن اصدقاء. البلاصه الا ما دوزتيش فيها على الاقل 5 ايام مستحيل تلقى شي حجر، صعيبه بزاف. انا نوريكم البلاصه الاكتشافات ديالنا اللي غنمشيو لها هي هادي ها هي لتحت كلها ان شاء الله ندخلوا لها، كلها غندخلوا ليها ان شاء الله. احنا هودنا كما شفتوا هذا هو البلاصه اللي صورت لكم، راه كنا الفوق صورت لكم. دابا خاصنا نقلبوا تقلاب، يعني نبحثوا. غادي يكون واحد البحث طويل على راسي تلقى شي حجر جميل. كنا غادي ولقينا واحد الحجره ها هي ستخرج. ها هي ما تخافوش اصدقاء، عندي الكاميرا ندير واحد الكاميرا اخرى اللي قدرت تبين لكم، لان هذه اللي هاز دابا هي جو برو تقدرش تبين لكم حقا علاش كنتكلم انايا. غنبدلوا الكاميرا، بقاو معنا. هانتوما الاصدقاء الحجره كما كتشوفوا. شوف الالوان ديالها كي دايرين. نحاول نهزو الكاميرا شويه. شوف
هذا هذا واحد النوع ديال الأحجار اللي كنقولوا ليه العقيق، كيكون صالح في السقل في خواتيم ولا في قلادات، باش نحبوا نقربوا اكثر الناس باش تستافد. كيكون يعني في خاتم، كيجي في خاتم غالبا كياخذوا هذه كيسقلوها وكيجي في خاتم. ولكن هاد البلاصه هذه كتعطي النوع ديال العقيق اللي خيار من هذا ويكون شفاف على هذا. باقي غنستمروا في الاكتشاف ان شاء الله. ولكن هاد الحجره هذه جميله. شوف المهم خلينا نكملوا في البحث ديالنا. دابا انا عندي جوج كاميرات، وحده كاميرا احترافيه كتصور جوده عاليه، والاخرى هذه راها جو برو كما كتشوفوا الجوده ديالها. ولكن اصدقاء المشكله هي ان جبت معايا كارت ميموار وحده، خاصني نحيدها من هاد الجو برو ونديرها الكاميرا اخرى، وهادشي كيدير ليا وقت كبير بزاف. خلاصه القول اي حجره غنلقاوها هنايا غنديوها معنا شي بلاصه زوينه ونحاولوا نكتشفوها ونعرفوا النوع ديالها. هذا هو الخيار الانسب. باش نبقى نبدل في كارت ميموارات ندير من هنا لهنا صعيبه شويه. اي حجره لقيناها غنديوها معنا مباشره، غنشوفوها في الكاميرا من بعد نديوها معنا. هنا كاينين بعض الاحجار كوارتز. غنمشيو نشوف. غنجيو شو هذه بلورات من الكوارتز في هذا المكان هذا. هي بلورة من الكوارتز. هاد الشق ديالها شوف، حيت المكان هذا كان حفر، يعني كانوا كيحفروا قديم بحال هكا. هادي بلورات عادية. الشقوق الأرضية شنو هي هذه؟ واه على التكوين باللورة هنايا. شو باللورات كتلمع اصدقاء، والله باللورة صغيرة. هي شو كتلمع بالكاميرا، كتبان لكم كتلمع شوية. هذه غنديها معايا وغنوريكم بكاميرا احترافية. هذه غنشوفوها بالكاميرا، بقاو معنا غنشوفوها بالكاميرا. شو كتلمع. تبانش لكم في الكاميرا جو برو، لان كاميرا جو برو فقط للمغامرات، فقط الاكشن، ما تبينش لك كاع البلورات اللي كنشوف دابا انايا. بقاو معنا هذه حتى هي غنديوها ونشوفوها ونقول لكم النوع ديالها. باش تخلي عندك هذه. يلا مشينا ونشوفو شنو غادي. عينينا في الارض ماشي مشكل، عينينا في الارض. شو على عروق هنايا. هذه قطعة من الكوارتز، وهذا كيقولوا لي بعض الناس هذا عرق ديال الكوارتز. الناس يعني كاين بعض الناس يقول هذا عرق ديال الكوارتز، وفي عرق ديال الذهب. هانتوما شوف كيف في عرق ديال الذهب، في عرق ديال الذهب. شوف هذا كوارتز في عرق ديال الذهب. ها هو شوف، يعني كيبين لك هاد البلاصه راه فيها النوع ديال الكوارتز بزاف. وهذا الكوارتز ماشي شفاف، ماشي ثلجي وماشي شفاف هذا. وغالبا هاد العروق هذه ماشي دلاله ان فقط فيه الذهب كميه كبيره، يعني هذه تقدر تكون مساويه ولا شيء، ما تفيدك بحتى شي حاجه. الشوك الأصدقاء، الشوك.
معايا الصديق ضروري خص في هاد البلاصه ضروري خص تكون عندك الصحبه ويكون معك الصديق. ميمكنش تقلب براسك، لا يمكن اصدقاء تقلب راسك. اي عينينا في الارض. عينينا في الارض. تمنيت هاد البلاصه هادي نجي لها في وقت الربيع. دابا وقت يعني وقت ماشي الربيع فات. دابا كما كتشوفوا يعني الارض بدات تخرف. هذا راه شوك. هذا كيدخل من السبرديل. عيشوا معنا الاجواء وتعرفوا كيفاش كتلقى الاحجار. ماشي جي لقى، خاصك تدور على الاقل تدور ساعه ولا ساعتين ولا 4 السوايع ما تلقى فيها والو. ديك صعيبه بزاف انك تبقى تقلب. انا حاليا شوف غروب. انا حاليا دابا جيت على حساب النوع ديال العقيق، ما نكذبش عليكم، غير شي ناس موصينا عليه باش يستخدموه كقلادات، اما ما عنديش مغرف في الكوارتيز ولا شي حاجه اخرى. هادشي ما كان. شوف بقاو معنا غنمشيو لهيه. هانتوما البلاصه اللي قلت لكم فيها واحد الواد، وصراحه منظر جميل هنايا، ونتمنى نريح هنا وندير شي بريك ديال شاي. ولكن صادفت هذا النوع شفناه قبيله. شفتو قبيله وريتو لكم. شتو قلت لكم هذا كما تيقولوا كوارتز ومعاه عروق ديال الذهب اولا حجر اللي كيشير انه وجود الذهب داخل الكوارتز. هذه غير مؤشر ماشي ذهب، غير مؤشر. زعما البلاصه اللي خرجوا منها الصخره هذه كيلقاو فيها غالبا النوع ديال الذهب. هانتوما شوفوا حجر يعني الكوارتز باين جويصه. الصخره كي دايره ثقيله، غادي تضرب بها شي واحد ما ينوضش ضرب بها شي واحد ما ينوضش. غادي تبغى شي واحد هنا يجي عندك يقول واش كدير، تبدا تعطيه الراس. تبغي تبقى مريح الاصدقاء، والله اصوات تبغي تبقى مريح، والله بلاصه جميله تبغي تبقى مريح. ولكن خاصنا نصوروا لكم الاحداث. يلا عرفتي هاد البلاصه هادي شفت فيها مغامرات جميله بزاف. بقيت نصور لكم باقي الحلقات جايه ان شاء الله. بحال هذيك البلاصه اللي كاينه لهيه، كاينه واحد الجرف، واحد البلاصه واحد السيد كيحفروا به كيخرجوا الخزين. كاين ما يدار صراحه. كاين ما يدار، خاص غير تبقى تقلب. شوف هذا والله شوفوا والله قاصد بالله صديق. لا هادي صيبت منها قلال، قسما بالله هادي صيبت منها قلال. هادي ما غتبانش لك دابا لان مع الكاميرا كما قلت لك.
هذا النوع ديال الجاسبر. شوف هذا جاسبر، شوف ها هو الملس، الطبقه ديالو ملس. هذا صارت منه قلاب ودرتها وكنخرج بها شي جميله في القلادة او هذا جاسبر. يعني ما كاينش تخدموا به كاميرا احتراف، ولكن جاسبر. شوف شو قطعه جميله. جاسبر باش كتعرفوا انواع جاسبر كيكون ملس، كتكون عنده هنا طبقه ملساء، كيكون غالبا ميل الرمادي. غيطلع شي صخره كبيره وتهرسها ولا تديرها وتبان لك شي عقرب بحال هادو. واشو خصنا نهرسو هادي خلات نهرسها ونرجع نهرسها. هادي كما قلت لكم ها هي الحجره، نهرسوها. قاصحه شو الداخل ديالها ما فيها والو، ما كاين حتى شي حاجه في الداخل ديالها. شو خاوي هادو كيكونوا في الداخل ديالهم بحال الخزينات. داكشي علاش بغيت نهرسها. ولكن شوفوا على حجره، شوفوا على الشفافيه ديال هذه. معليناش خلينا حنا نكملو. باش مزيانه هاد الكاميرا هادي ماشي بحال جو برو كتصور داكشي زوين، ولكن ثقيله كتحسوا بالتزعزيع. شوف هذا عقيق شفاف. شو على الشفافيه ديالو كي دايره، كاين لاش نتكلم باينه الصديق باينه. هادي عندك ماكينه تقطع غير الطرف هذا، تسقلو مزيان يجي في خاتم ولا في قلاده واعر. شوف هو اللون ديالو بحال السماوي، هذا عقيق سماوي اللون ديالو. شوف شوف. المهم حنا المغامرة ديالنا ما دازتش غير هكاك. المهم كاين مفعول ديال بركة غير القد. نحاول نهرسوها اصدقاء، نشوفوها من الداخل ديالها اصلا. يا الله باش نقاد الكاميرا مزيان. بسم الله. الله تهرس لينا انا عارفك. غالبا العقيق عنده واحد الطبقة يكون عنده واحد الطبقة بحال هادي، هاي كتكون مغلفة من هنايا باش تيبان الداخل. والله ما خفت تهرس الكاميرا، خفت. شوف نحاول نقطع الكاميرا ونهرس الحجر. خفت الشظية طير تهرس الكاميرا تضرب هنا
الشظية ديال هنا ضرب هنا. هانتوما شوفوا اصدقاء، انا دابا هرست، شوفوا اللون ديالو من الداخل كي داير. شوف هذا مهرس، هانتوما شظية مهرسة. شوفوا على الالوان ديال الحجرة كيفاش كتعطي، هنا ازرق هنا قهوي. شوف الشظية هذه الشظية اللي هرستها من هنايا كما كتشوفوا هاي باش بحال هكا كانت، هذه غير شظية ترست بحال هكا يعني. هانتوما كيبين لينا ان هذا الحجر ديال العقيق مزيان، اللي باغي يتسقل به شي حاجة قلادات ولا شي. شوف هنا زرقاء ولكن من تهرسات كتعطي واحد اللون، هاي تهرسات من هنا كتعطي واحد اللون رمادي. شوف شوف هانتوما شوفوا كتر دابا شفاف، عنده واحد الشفافية هنا. انا كما تنقول اصدقاء، هاد البلاصه هادي فيها النوع ديال الاحجار العقيق، فيها ماشي جاي ليها، راه جاي ليها بزاف ديال المرات. ها القطعه الكبيره، هذه قطعه جميله تستاهل، وراه ما كاين لا ذكاء اصطناعي لا والو، هذه مباشره اصدقاء. يقولك شي واحد الذكاء الاصطناعي ولا شي حاجه، مباشره. خلينا نكملوا، منبقاوش حنا حاضين حجره وحده، غنكملوا ان شاء الله ما تبقى من المغامرات. صراحه اصدقاء كنظن وقيلا سالينا وعينا اليوم في البحث. الاحجار اللي لقيناها راه حنا وريناها لكم. كنتمنى من الله تكون تعجبكم الاحجار اللي لقينا وهذه الحلقه هذه. دابا صافي طلعنا في حالاتنا، كما شفتوا راه الغروب بدا، خاصنا نمشيو في حالاتنا. ياي عندنا واحد الجبده، عندنا واحد الطلعه، ماشي مشكل. باقي ما كملناش الحلقات ومازال كاينين حلقات اخرين، مازال غنمشيو واحد البلاصه لهيه ونبقاو نبحثوا ان شاء الله. غنخليكم مع بعض اللقطات اللي كيحب انه طبيعه وصافي في هذا الاخير كيفاش كنطلعوا هذه البلاصه هذه، واللي حاب انه يتفرج